أشاد النجم البرازيلي السابق مارسيلو بالمنتخب المغربي قبل المواجهة المرتقبة بين المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026، مؤكدا أن ما يقدمه سود أطلس ليس مفاجأة أو صدفة. وقال مارسيلو في تصريحات صحفية أن ما حققه سود أطلس في مونديال 2022 لا يمكن وصفه بالمعجزة، موضحا أن المنتخب المغربي كان يقدم مستويات جيدة منذ سنوات طويلة، لكن قلة الاهتمام به في بعض الفترات جعلت إنجازاته تبدو مفاجئة للبعض. وأضاف النجم البرازيلي السابق أن المنتخب المغربي يضم لاعبين مميزين يقدمون أداء قويا مع أنديتهم، وما ينعكس بشكل مباشر على مستواهم مع المنتخب الوطني. كما شدد مارسيلو على أن العمل الذي يقوم به اللاعبون والجهاز الفني يجعل المنتخب المغربي قادرا على تحقيق نتائج جيدة جدا في كأس العالم، معتبرا أن الأداء الحالي هو امتداد لمسار طويل من تطور وليس حدثا استثنائيا. ويستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة قوية أمام البرازيل في مونديال 2026 في اختبار جديد لطموحات أسود الأطلس على الساحة العالمية. توج المغربي عثمان معمة بجائزة أفضل لاعب شاب في النادي واتفورد الإنجليزي بعد موسم مميز أكد خلاله تطوره الكبير. وأعلن النادي واتفورد الإنجليزي عبر حسابات رسمية عن تتويج اللاعب المغربي عثمان معمة بجائزة أفضل لاعب شاب داخل الفريق خلال الموسم الكروي الحالي. ويأتي هذا التتويج تتويجا لموسم لافت قدمه اللاعب الذي واصل تطوير مستواه بشكل ملحوظ، ما جعل يحظى بإشادة داخل النادي الإنجليزي. وكان عثمان معما قد خطف الأضواء أيضا رفقة المنتخب الوطني للشباب المتوج باللقب كأس العالم أقل من 20 سنة في الشيلي، حيث ساهم بشكل بارز في هذا الإنجاز وتوج في وقت سابق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة. من جانب آخر يتميز اللعب بقدرات فنية عالية خاصة في المراوغة واختراق الدفاعات، وما يجعله محط متابعة من قبل عدد من المراقبين الفنيين الذين يعتبرونه من الأسماء الواعدة في الكرة المغربية. ويذكر أن اللاعب تكون في بداية مسيرته داخل أندية فرنسية قبل أن ينتقل إلى موبولي ثم إلى واتفورد الإنجليزي بعقد يمتد ل4 سنوات. كشف موقع وان فوتبول البريطاني عن اهتمام أحد الأندية السعودية الكبرى المنافسة بشكل منتظم على الألقاب المحلية والقارية بالتعاقد مع الناخب الوطني السابق وليد الركراكي في إطار سعيه لإعادة الهيكل الجهاز التقني للفريق استعدادا للموسم المقبل. وفقا لمصدر ذاته ترى إدارة النادي السعودي في الركراكي خيارا مناسبا لقيادة المشروع الفني الجديد بالنظر إلى خبرته ونجاحاته الأخيرة. كما رجحت التقارير أن تبدأ المفاوضات الرسمية بعد حسم مستقبل المدرب الحالي مع نهاية الموسم. وفي سياق نفسه أشارت التقارير الإعلامية إلى أن السمعة التي اكتسبها الكراكي في عالم التدريب جعلته محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث يتم تداوله ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي قيادة النادي مدريد الإسباني في المستقبل، بالنظر للتطور التكتيكي وبصمته في المنافسات الدولية. كما وضع النادي الأولمبيك مارسيليا الفرنسي اسم الركراكي ضمن خياراته التدريبية المحتملة للموسم القادم في ظل سعي لإعادة بناء فريق تنافسي قادر على العودة إلى الواجهة. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد وفق المتابعين المكانة التي بات يحتل والد في سوق المدربين بعد النتائج البارزة التي حققها على المستويين الإفريقي والدولي، ما جعله من أسماء الصاعدة بقوة في الساحة الكروية العالمية. بات الدولي المغربي الشاب ريان بونيدا محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية في ظل المستويات التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة. وكشفت مصادر إعلامية أن النادي بنفيكا البرتغالي أبدى اهتماما خاصا بضم اللعب، حيث تواصل مسؤوله مع محيطه قبل أشهر
في خطوة أول استكشاف إمكان التعاقد معه. من جانب آخر يأتي هذا التحرك في وقت واصل في عدة أندية من الدوري الألماني متابعة لاعبا كتب ما يعكس تصاعد الاهتمام بخدماته على الساحة الأوروبية. ورغم هذا الاهتمام لم يتقدم بنفيكا للحدود الآن بأي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب الوسط البالغ من العمر 20 سنة، مكتفيا بالمراقبة تطور مستواه وأدائه في انتظار تطورات السوق انتقالات. في تطور لافت يزيد من تعقيد النزاع القائم حول لقب كأس إفريقيا الأمم وجهت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضربة قانونية قوية اتحاد السنغال لكرة القدم بعدما دعمت موقفها أمام محكمة التحكيم الرياضي بوثائق رسمية من بين محضر اجتماع مجلس اتحاد الدول لكرة القدم. وتشير هذه الوثائق إلى توجيهات صريحة بضرورة إشهار بطاقة الحمراء في وجه اللاعبين أو المسؤولين الذين يغادرون أرضية الملعب احتجاجا على قرارات التحكيم مع اعتبار الفريق منهزما في حال انسحابه من المباراة وما استندت إليه الكاف في تبرير قرارها. وفي سياق المسطرة الجارية طلبت الطاس الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم بتقديم دفعاتها قبل 7 من مايو الجاري تمهيدا لدراسة الملف وتحديد موعد جلسة استماع التي سوف تجمع مختلف الأطراف قبل إصدار الحكم النهائي في هذه القضية المثيرة. وكانت اللجنة الاستئناف التابعة للكاف قد أصدرت قرارا يقضي بسحب لقب كأس إفريقيا من السنغال استنادا للمادتين 82 و84 من لوح البطولة، والقرار الذي رفضه الاتحاد السنغالي ليبادر إلى الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي في معركة قانونية مفتوحة على كل الاحتمالات.